السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. إن شاء الله النهاردة موضوع الحلقة حاجة جديدة كده، وهي أعمال الهاند ميد. وإن شاء الله بيبقى في أعمال هاند ميد، وهفضل أنزل حاجات كتيرة، وهسيبكم مع حاجات بسيطة كده تتفرجوا عليها مبدئيا. وإن شاء الله هنزل بعد كده الحاجات الهاند ميد كلها من شنط وحاجات كتير. ولو حد هيتابعني أو عايز حاجة يكتب لي في التعليقات، وهسيبكم مع الأعمال بتاعة الهاند ميد. تشتركوا في القناه عشان اي حاجه جديده انزلها تبقى انتوا متابعينها. دي اعمال فنيه جميله، دي مثلا بتتكتب فيها اسم الطفل بتاعك او الولد بتاعك لو كان في عيد ميلاد او اسبوع، بيبقى حاجه حلوه وبتبقى هديه جميله حتى لو انت قدمتيها هديه. ودي مرايه كده بتحط ديكور في الشقه، بتبقى حلوه برضو، يا ريت لو يعني بيبقى منظرها جميل. وبالاعمال المكرميه زي ما قلت احنا بنختار الاسم بتاع الطفل بتاعك او المولود او اي حد عايز تقدمها له كهديه في اسبوع او عيد ميلاده. وفي بقى في السبوع اللي بيخص اللي هو المنديل او لبس النونو البيبي، بيتكتب عليه الاسم، وكله حسب الاسم بتاعه بيتكتب بنفس الشكل ده، وبيبقى برضو حاجة جميلة جدا. دي اعمال كلها يدوية جميلة جدا، هاند ميد، تشطيبها بيبقى رائع. فلو انتوا عايزتوا اي حاجة يعني من الحاجات دي، بتختار الاسم وبتختار الشكل والتصميم، بتبعتها لي على القناة وبنصممها لك على طول ان شاء الله. دي يعني مثلا كان حد طالب الاخ واخته، عملنا له وبطريقه حلوه للولد الالوان بتاعته اللي انت بتختاريها او اللي انت بتختاره، فبيتعمل وبيبقى شكله جميل جدا. بيتقدم فيه قلنا عيد ميلاد او اسبوع او اي حاجه، وبتتعلق في الشقه، بتبقى شكلها ديكور جميل جدا. طبعا بالنسبه لي المناديل بتاعت الخطوبة او مناديل اللي هي بتاعت الجواز، دي بتتعمل برضو، بتبقى برضو لفتة حلوة كده للعروسين، وبيتكتب عليها مثلا تاريخ الخطوبة وتاريخ قراية الفاتحة وتاريخ الجواز، وبيتقدم وبيتعمل، وكل حسب الديزاين بتاعه والتصميم بتاعه ان احنا نقدر نصمم. دي حاجات بتبقى جميلة، شغل كله هاند ميد. اللي هيجي تبع قناة أفكار بيتي بيبقى ليه أسعار وخصم حلو على الحاجات دي. بيكتب لي أو يصمم هو عايز وبننفذها له، وإن شاء الله بيبقى الشغل هيعجبكم. زي ما انتم شايفين ده الشغل قناة أفكار بيتي. كل حاجة عايزينها بالتصميم بتاعكم بترسمها لي كده وتبعتها لي على التعليقات، وإن شاء الله بنتواصل. وتبع قناة أفكار بيتي زي ما قلت عليها خصم خاص على الاعمال دي، وكل حسب الديزاين بتاع المنديل، او حسب ديزاين الحاجه اللي حضرتك طالباها. طبعا ده كله شغل اعمال فنيه جميله ويدويه. قلت اي حاجه طيب نقول تبع قناه افكار بيتي، وتكتبوا لي في التعليقات، وهنوصل لكم ونتواصل مع بعض اذا كان عن طريق الشحن او طريقه التواصل ازاي. دي مثلا حاجه لقرايه فاتحه، اتصممت بطريقه جميله جدا. زي ما انتم شايفين الشغل كله شغل عالي وتشطيب. اهم حاجه في الفينش بتاع الحاجات اليدويه او اعمال الهاند ميد ان الفينش بتاعه، يعني ممكن نعمل حاجه وتصميم رائع بس الفينش مش كويس، لكن احنا عندنا الفينش ده بنهتم بيه جدا لان هو اللي بيظهر الشغل. غير كده مش المهم ان احنا نصمم وخلاص، لا، ان احنا الفينش نفسه بتاع الحاجه هو اللي بيظهر الشغل نفسه. دي مثلا قرينا الفاتحه وتصميم جميل بطريقه حلوه، وحسب ما قلنا التصميم اللي حضراتكم بتطلبوه او تشوفوه على النت وعايزين نعمله، بنعمله لكم عادي، مفيش اي مشكله. ويا رب تكون الفيديوهات دي او التصميمات اللي انا بعرضها دي حلوه وعجباكم. دي برضو حاجه تانية او ديزاين تاني انا بعرض لكم كل او اغلبيه الشغل اللي ممكن حد مثلا المناسبه اللي تخصه، سواء اسبوع او سواء قرايه خطوبه او سواء او قرايه فاتحه او خطوبه او جواز، كل مناسبه ليها حاجتها. فعشان كده انا بعرض لكم نماذج مختلفه من الحاجات اليدويه اللي بتتعمل. تمام. طبعا اللي بيطلب حاجة بيبعتها لي او الشكل بتاعها وانا اصممها له على اللي هو عايزه، وما تقلقوش من الفينش. ودي اهم حاجة خاصة بقناة افكار بيتي، ان احنا بنضمن الفينش بتاع الحاجة كلها والتشطيب وكده. دي مثلا نموذج على الجواز، وجعل بينكم مودة ومحبة، واتعملت بطريقة وتصميم جميل، وكان بتبقى زي او هتقدميها لو هدايا او حاجة للعروسين او حاجة، بتبقى شكلها جميل. اسيبكم بقى مع بقية الاعمال عشان ما اطولش عليكم،
واي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، وهنسيبكم مع الاعمال اليدويه.